يا جمال الممبار ويا جمال الالوان. شايفين الطبق الجامد ده؟ بجد لوحة فنية. تعالوا بقى لما اقول لكم انا الممبار ده بعمله ازاي، والخلطة من جوه بتبقى حكاية ومفلفلة ازاي كده. بجد طعمها كان في غاية الروعة. تعالوا بقى لما اقول لكم انا بعمل ايه. في حل على النار بنزل بعصير من الطماطمتين بالعدد، طماطمتين وسط كده، بعصرهم من غير اي ميه. بعد كده بنزل بيهم في الحله مع مكعب مرقه ورشه سكر، وبسيبهم على نار هاديه خالص يتسبكوا ويتشربوا كل الميه اللي فيها. شايفين هنا ازاي بسيبها تتسبك لغايه ما كل السوائل اللي في الطماطم تتشرب. في الكبه عندي بنزل ببصلتين وسط وخمس فصوص من الثوم وقرن فلفل حامي. بعد كده هنا كانت الطماطم اتسبكت وبسيبها تبرد خالص. بعد كده بنزل عليها بكوبايتين من الرز المصري، وبعد كده بننزل بالبصل والثوم والفلفل اللي ضربناهم في الكبة. اهم حاجة اللي البصل منضربوش جامد علشان منزلش مية، انا مش عايزة اي سوائل في الخلطة. وبعد كده بننزل بالخضرة، ربطتين كزبرة، ربطتين بقدونس، وربطة من الشبت، و3 معالق كبار من الصلصة، وبننزل بمعلقتين كبار من الزيت. بس كده وهي دي الخلطة. تعالوا بقى لما نشوف البهارات: ملح، كمون، وكزبرة ناشفة، و7 بهارات، ورشة من جوز الطيب. وكده بقى معاكي احلى خلطة للمحشي بتاع الممبار. بجد يا جماعة تحفة. ولما ما بيبقاش فيه سوائل كتير او ما بيبقاش فيه سوائل اصلا في الخلطة، بيطلع مفلفل وطعمه حكاية. انا هنا زودت معلقة من الصلصة علشان اعزز اللون بس. ويلا بقى بينا نحشي الممبار. معايا هنا ممبار مغسول كويس ومنضفينه كويس جدا ومخلين الدهون من جوه، وانا بحب اقطعه قطع صغيره كده علشان بيبقى اسهل في الحشو بتاعه. لكن لما بيبقى حته واحده او حته طويله خالص بيتعب في الحشو. طريقه الحشو: ازاي بجيب الممبار وامسك بدايته وافضل بصوابعي كده ازق الممبار او ازق الحشو جوه الممبار، وبعد كده بنحاول نوزع الحشو كويس من جوه. اهو بصوا، انا بجيب طرف الممبار وافتحه بالشكل ده وابدا ازق بصوابعي الحشو من جوه. وحاولوا على قد ما تقدروا ان كنتوا ما تكتروش الحشو، علشان طبعا انتوا عارفين ان الرز يعني حجمه بيزيد فياخد راحته في السوا. وبرضو لما نيجي نحشي الممبار ما نخليش الاطراف بتاعته مليانه، لازم نخلي الاطراف بتاعته فاضيه. بعد ما بحشي بالشكل ده بفضل اوزع الحشو بالطريقه دي لغايه ما بطط خالص الممبار وافضي الاطراف بتاعه الممبار. وادي واحده كمان نحشيها مع بعض اهو. بزق بصبعي كده، وبعد ما بحشي الممبار ببدأ اوزع الحشو كويس من جوه. شايفين منظره منفوخ ازاي؟ بعد كده بفضل اوزع لغايه ما بططه خالص، واي زيادات بنطلعها. اهو شايفين بوريلكم ان الاطراف ازاي فاضيه. ونعمل واحده كمان يلا علشان خاطركم اهو. اتمنى يكون الفيديو موضح لكم طريقة الحشو يعني. بفضل ازق بصبعي كده لغاية محشي الممبار، وبعد كده ببدأ اوزع الحشو كويس. وزي ما بقول لكم لازم نخلي الاطراف فاضية، علشان كمان لما بينزل في المية السخنة الاطراف دي اصلا بتقفل، فلو في حشو في الاطراف هتلاقوها طلعت بره. وهنا حشينا كل كمية الممبار. يلا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. حلة على النار فيها مية مغلية، بنزل فيها ببصلاية وطماطماية وجزر وورق لورا وحبهان. بعد كده ننزل بالممبار، وهوريكم دلوقتي ازاي الممبار اول ما بينزل في المية السخنة بيقفل على نفسه، بياخد الوضع بتاعه كده. شايفين الممبار ازاي قفل على نفسه؟ هو ده كده شكله اول ما بينزل في المية. بعد كده بنحط فلفل اسود ورشة جوز الطيب. ما بحطش ملح خالص، الملح بحطه لما بيستوي الممبار وبطلعه من الشوربة بتاعته، وبسيبه على النار متوسطة. وبعد ساعة وربع بيكون الممبار استوى كويس، وبيكون ده شكله بعد ما استوى.
بعد ما بطلعه على شبكة بالشكل ده علشان يصفي كل المية اللي فيه، برش عليه بقى الملح ونظبط الملح بتاعه، بديله رشة فلفل اسود كده بسيطة، وبعد كده نظبط الملح كويس. وفي زيت غزير بقى نبدأ نقلي او نحمر الممبار. طبعا هو انا حاطه زيت طبعا، بس هو مش باين علشان الحله طويله طول. وده شكل الممبار بعد ما حمرناه. ودي كانت وصفه النهارده. لو عجبتكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفولو لصفحه الفيسبوك. باي باي.